عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الحلوة. وصفة النهاردة البسبوسة اللي متكرملة. يلا بينا نشوفوا طريقتها ازاي. عندي حلة حطيت فيها كوباية من السكر، وبعد كده هسيبها تسيح كده مع نفسها. عندي 3 كوبايات من السميد، حطيتهم كده 3 كوبايات بس، حطيناهم في الكروانة. وبعد كده هنزل عندي بشوية زبيب على زدانة، وبعد كده شويه كده كمان من جوز الهند. هنعمل بسبوسه النهارده متكرمله، وكمان عملناها بالمكسرات. عايزه اقول لكم كان طعمها حلو خالص ولونها كان حلو خالص خالص، هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. حطينا كمان هنا ربع معلقه من البيكنج باودر. ناهم كويس جدا. وبعد كده السكر عندي هنا داب، اوعي تخليه ياخد اللون الجامد عشان ما يمررش معاكي في البسبوسه. حطينا كمان هنا كوبايه كده من اللبن، وبعد كده هسيبهم هنا. اللبن عايزه تحطيه سخن ماشي، عايزه تحطيه ساقع دي حاجه براحتك. انا حطيته هنا ساقع. وبعد كده هنا هتحسي السكر كده مسك مع بعضه، وهتبقى شبه الحلاوه الناشفه كده. انتي بقى هتسيبيها مهدي النار خالص، وبعد كده هتلاقيهم كلهم مساحوا كده مع بعض. هنحط كمان نص كوبايه كده من السمنه، اي نوع سمنه بتفضليها، بس اوعي تحطي زبده عشان الزبده فيها ماده كده من الميه. مش عايزين نحطوا زبده، هنحطوا سمنه بس، سمنه بلدي سمنه هولندي دي حاجه براحتك. حطيناهم كده لغايه لما يبدا يغلوا غلوه واحده بس معايا، وبعد كده هطفي النار. هنا خلاص كده هسيبهم بعد ما غلوا، وبعد كده هسيبها تبرد معايا شويه. وبعد كده كنت عملت الشربات، كوبايتين من السكر وكوبايتين كمان من المية. طبعا دي الشربات ولا تقيل خالص ولا خفيف خالص. وهحط عليهم عصرة ليمونة او نص ليمونية كده. عايزة تحطيها لما يغلوا ماشي، مش عايزة تحطيه، عايزة تحطيها وهي قبل ما تغلي كده زي حالاتي ماشي. دي يعني اي حاجة، بس اهم حاجة عصرة ليمونة يعني عشان الريحة وكده. خلاص هنا بصوا هتحسوا المكونات السائلة دي اللي معاني اللي احنا عملناها. هتحس اللي هي فيها حاجات اللبن كان قاطع، وانا معرفش اللي هو اللبن كان قاطع، بس مش مهم يعني. بالمصفى وصفيناها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده خلصت. عندي البسبوسه حطيتهم من الخليط كده على بعضهم. وهنا يعني هتسيبيه يعني ما يكملش يعني يبرد يعني جامد ولا حاجه، عايزينه دافي يعني او سخن. وهنا خلاص بالمعلقه وهبدا اقلب عندي البسبوسه اللي هي متكرمله دي. عايزه اقول لكم بقى طعمها حلو خالص ولونها بقى جد حلو جدا جدا. جربوها. لو وصلتوا لغايه دلوقتي ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتحطوا لايك من ايديكم الحلوه. يا جماعة بالله عليكم شجعوني في القناة عشان يبقى ان شاء الله فتحة خير كده لينا انا والعيال. خلاص كده بصوا البسبوسة ما شاء الله العجينة بقت طرية مش ناشفة، او يعني اللي هي طرية خالص، لا مظبوطة. وبعد كده خلاص كده هنزل في اللي في الكروانة، وهبدأ في الصينية عندي اللي هي الصواني بتاعة البسبوسة او صينية، اي صينية يعني عادي مش هتفرق يعني. وتبدأ كده بالمعلقة وتروحي مسوياها كده كلها كويس جدا. طبعا الفيديو دي كنت مصوراه عند اختي يعني مش في شقتي، كنت مصوراه عند اختي. لو حابين اصور لكم فيديوهات تاني عند اختي ابقى اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا هنا خلاص البسبوسه سويتها كده في الاخر بايدي بصراحه. وبعد كده هحطها في الفرن على درجه حراره 160. هتطلع من الفرن معايا باللون الجميل. الشربات طفيت عليه على طول، كانت البسبوسه استوت في الفرن، كان الشربات استوى وغلي معايا، وكنت مطلعه البسبوسه. بصوا ما شاء الله بتشرب معايا الشربات حلو. تعرف البسبوسه بتاعتك ناجحه او الهريسه لما تشرب الشربات بتاعها. خلاص كده شربت الشربات زي ما انتم شايفين، كل ما احط حبه بتشربهم. هنا بقى هغطيها وهسيبها بس تشرب الشربات وتطرى معايا في نفس الوقت. وبعد دقيقتين بالظبط تكون شايله الصينيه عشان ما تبقاش تعرج معاكي كده، وهتبقى معاكي مش حلوه. خلاص قطعناها كده على قطع مكعبات كده، ويلا بينا هنشوفوا طعمها ايه وشكلها ايه من جوه. متكرمله بقى من جوه ولونها حلو خالص خالص. طبعا بصوا ما شاء الله مش مستحمله وانا بطلعها، دايبه خالص وطعمها جميل جدا جدا. يا ريت تجربوها والله هتعجبكم ان شاء الله. عايزه اقول لكم بجد الكاميرا ظلماها خالص خالص زي ما انتم شايفين. بس كده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه حتى لو بمعلومه صغيره. واكتبوا لي تعليقات حلوه كده منكم عشان بجد كلامكم بيسعدني جدا.